إذا كنت قاسيا يعشقك 10، وإذا كنت طيبا سيجرحك 1000. فلا تندم على صراحتك مع الآخرين، لأن العيش بوجهين أمر مقرف. واعلم أن ذلك الابتلاء الذي كشف لك حقيقة من حولك لم يكن صدفة، بل كان هدية من الله. لو كانت الأرزاق بيد البشر لمات الناس جوعا وعطشا، ولكن فضل الله ورحمته جعلها بيده ليتسنى لنا أن نعيش ونتنفس وناكل من خيراته، فلنحمد الله دائما على هذه النعمة العظيمة. وصلنا إلى زمن لا أحد يحب أحد، فالجميع لا يركض إلا وراء شيء واحد، وهو مصلحته. انتهت المصلحة فغابت المحبة. عندما تنتهي المصالح تصبح المحبة كذب ونفاق. ولا تثق في البشر كثيرا، فإياك الاعتقاد بأن كلمة جميلة من أحدهم تفسر حبه لك، فالأغلبية يتحدثون بمزاجهم فقط. فلا تعامل البشر كأنهم ثابتون ولا يتغيرون، فهناك من يجد غيرك ويعتبرك كأنه لم يعرفك من قبل.